أعلنت لجنة تقصي الحقائق بشأن جرائم الاعتداء على المتظاهرين أنها أرسلت مذكرة إلى النيابة العامة بشأن أحداث البلطجة التي جرت في ميدان التحرير في 2 فبراير الماضي، والذي عرف إعلاميا بموقعة الجمل. كما أشارت إلى أنها انتهت فيه إلى أن بعضا من رموز وقيادات الحزب الوطني وأعضاء مجلسي الشعب والشورى السابقين وضباط من الشرطة قاموا بحشد أعداد كبيرة من البلطجية وقطاع الطرق من أماكن مختلفة، وهجموا على المتظاهرين سلميا بميدان التحرير، واعتدوا عليهم واستخدموا الهراءات وقطع الحجارة والرخام والأسلحة البيضاء، فضلا عن إرهابهم من خلال استخدام مجموعة من راكبي الجمال والخيول من منطقة نزلة السمان بالهرم، والذين قاموا أيضا بالاعتداء الإجرامي على المتظاهرين. ومن جهة أخرى فقد أعلنت اللجنة أنها سترسل فريقا منها برئاسة المستشار عمرو مروان إلى الإسكندرية يومي الخميس والجمعة القادمين لجمع المعلومات حول الأحداث التي وكبت ثورة 25 من يناير، وذلك من إطلاق للنيران والانفلات الأمني. ذكرت اللجنة أنها ستتخذ من نادي القضاء بالإسكندرية مقرا لها، وداعية كل من لديه معلومات أو وثائق لسرعة التجاوب معها حتى يمكن وضع التقرير النهائي حول الأحداث.